عارف الأثرياء اللي بيقضوا الصيف كله على يخت في مدينة ساحلية، يصطاد، يعمل شوبينج، يستخدم أفخم فنادق في العالم ويتقدم له خدمات هاي اند؟ هو ده اللي احنا عاوزينه عندنا. كنا طلبنا منكم تكتبوا لنا في الكومنتات او تبعتوا لنا تقولوا لنا انتوا عاوزين نتكلم على ايه في الساحل بما ان الصيف داخل علينا. جالي اسئله كتير، بس خلينا نتكلم عن الترند دلوقتي وهو راس الحكمه. منطقه راس الحكمه تبتدي معاك من الكيلو 180 لحد الكيلو 222 على طول خط الساحل. والحقيقه احنا ما صحيناش من النوم امبارح اكتشفنا ان احنا عندنا منطقه اسمها راس الحكمه. راس الحكمه منطقه موجوده من زمان، فيها قرى كتيره مميزه وشغاله بالفعل: سوان ليك، حسن علام، سيزر صادق، ماونتن فيو، راس الحكمه وغيرها كتير. طب ده كلام احنا عارفينه، امال هي ليه ترند دلوقتي؟ الصندوق السيادي لابو ظبي ممثل لدوله الامارات دخل في اكبر استثمار اجنبي مباشر في مصر، وشارك الحكومه المصريه في تطوير 55 الف فدان او 170 مليون و800 الف متر مربع لانشاء مدينه سياحيه على خليج راس الحكمه. المستهدف هنا ان المدينه دي يكون فيها خدمات بكواليتي تنافس اهم المدن السياحيه، مش بس في مصر ولكن في العالم كله، عشان تكون من اهم المدن الساحليه السياحيه على مستوى العالم، زي نيس، ميكانوس، موناكو، سانتوريني وحاجات بالشكل ده. وان انا اوصل لسايح جديد في مستوى مختلف عن السايح العادي اللي كان بينزل مصر، وده يقدر يحصل بالخبره الاماراتيه في اداره المدن. وكلنا اكيد عارفين تجربه دبي مع المناخ في مصر وبحر مصر والشواطئ الجميله. طب انا يا عم مصطفى ما عنديش يخت، اقدر استفيد من الموضوع ده ازاي؟ المدينه دي هتقام على جزء من مدينه راس الحكمه وهو الخليج او البي، انما باقي راس الحكمه زي ما احنا وضحنا من الكيلو 180 لحد كيلو 222 فيها قرى وريزورتس لشركات كبيره مميزه وبتقدم تسهيلات كبيره. تقدر النهارده تشتري معاهم وتستفيد من وجودك في نفس المدينه اللي هيتم تطويرها. ده غير ان مدن القابضه التابعه للصندوق السيادي لابو ظبي متوقع انها تبدا تطرح اجزاء من المدينه نفسها للمستثمرين في الفتره الجايه، وهيكون في استلامات في المدينه خلال سنتين. نصيحتي ليك لو قادر انك تشتري دلوقتي في اي قرى من قرى راس الحكمه نفذ بدون تردد، لان بمجرد نزول تفاصيل الطرح الاول لمدن القابضه اعتقد الكلام هيختلف. بس وانت بتشتري خلي بالك مش كل القرى مميزه، ومش كل شواطئ راس الحكمه ساندي بيتش. او بص كلمني واحنا نشوف مع بعض تقدر تشتري ايه. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.